والآن الفأر الناري ميكي ماوس. أهلا بالأصدقاء. هل سمعتم ما حدث؟ يبدو أن رويلا دارفين تقود سيارتها بشكل سيء. مين؟ أنا؟ نعم، أعطوا لها 101 مخالفة. من المتحدث؟ ده أنا يا فار. بينوكيو، ما يصحش نقعد مع دول هيبوظوا أخلاقك. مين طلب رأيك يا حشري؟ جود. سلام يا حمام. هل يضايقكم أن أستمر؟ يضايقنا، دم حضرتك تقيل. حلوة دي صح؟ يعني أظن متهيألي. سمعت يا ميكي؟ وما بيكدبش لأن مناخيره ما طولتش. أنا ما قلتش كده، ميكي ده صاحبي. اهدى، مفيش حاجة تأنب ضميرك دلوقتي. نمل الخشب أجدع منه. يا جود، كيف تركت بينوكيو يصادق هؤلاء الأشرار؟ إنك ضميره. كان زمان حاولت أبعده عن السوابق دول، لكن هوب شطوني كأني صرصار غيظ. يا شيء بشع. كنت فاكره هيدافع عني ويشخط فيهم ويقول جود ضميري. تفتكر عمل كده؟ ولا الهوى. ميكي، أكيد أنا أسوأ ضمير في الدنيا. ليتني أستطيع مساعدتك. ميكي ماوس، أمنيتك هتتحقق. ها؟ اتمنيت تساعده، ممكن تساعده بإنه يبقى ضميرك. أنا لا أحتاج لضمير، أنا ميكي ماوس. أمنيتك خلاص اتحققت، امضي. ما تقلقش يا ريس، بصفتي ضميرك الجديد أنا مش هغلط معاك زي ما عملت مع بينوكيو. مبادئك وأخلاقك هتبقى فل و10 على 10. يا ولد، الآن مع كرتون رائع من بطولتي. لا يا ميكي، ما تاخدش في نفسك ألم. حسناً، إليكم كرتون مثلت فيه. لا، انت كده بتقلل من مجهود بقية الممثلين. حسناً، إليكم كرتون. ميكي في غلطة ميكي. فقد أحدهم هذا. ربما اسمه بداخله. حسناً، لا أحد يراني. أصبحت ملكي. أهلاً يا ميني. أهلا يا ميكي، تبدو أنيقا، تفضل. حسناً، ماذا حدث لك في الصباح؟ يا ميكي، شيء بشع. لقد فقدت مظروفا به نقود. حقاً؟ أقصد حقاً؟ نقود التبرعات للملجأ. تبرعات الملجأ؟ لو لم أجده لن نصنع للأطفال عشاء العيد. يا ربي. ولن نجلب لهم هدايا العيد. وأيضا ستنقطع الكهرباء والتدفئة. ولن يتمكنوا من دفع ديونهم كذلك، ولهذا سيغلق الملجأ أبوابه، وسيتشرد الأيتام في الشوارع، وسيتسولون النقود من الغرباء لكي لا يموتوا من الجوع. فهمت. لكن هناك أملاً أن يجد شخص أمين هذا المظروف ويعيده. شخص مثلك يا ميكي، شخص أمين ومستقيم وطيب نعم، فهمت قصدك. ربما ينبغي أن تبحث عنه. ربما سقط مني على الرصيف. ألن يكون هذا مضحكاً؟ نعم، مضحكاً. سأنتظر، فقد يتصل أحد. اذهب أنت وابحث عن النقود. يا ميني، أريد أن... شكراً يا ميكي، أنت رائع. يجب أن أستعيد الفيونكة لكي أعيد لميني النقود، لكن كيف أفعل هذا دون أن تعرف؟ شركة النظافة لتنظيف الستائر. لا أريد تنظيف ستائري. هذا ما يعتقده جميع الناس. هل تعرفين أن الستائر دائما ما تمتلئ بالميكروبات الضارة جدا؟ ها؟ انظري عن قرب.
لقد جئت مع قردي لكي نسليك. هل تحبين الموسيقى؟ ربما تحبين مساعدة عازف موسيقى عجوز وقرده المسكين النطاط. هو يقول أنه يحب فيونكة شعرك. إنه بلوتو. ها؟ لا 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 لا، إن اسمه عطارد. سوف أربط هذه الفيونكة لك. معي سهام وأحتاج الفيونكة. معك فيونكة؟ الفيونكة خطر على الصحة. أهلا ميني، أرأيت ميكي؟ من أنت؟ لا تبالي. هيا يا عطارد. لن نسترجع منها الفيونكة أبداً. هناك حل واحد فقط. أخذت النقود من على الرصيف وأعرف أني أخطأت، لكنني اشتريت لك بها الفيونكة وأنا أريدها الآن لكي أعيد للأيتام النقود. لكن يا ميكي ليس معي الآن الفيونكة. ماذا؟ لقد بعتها وأعطيت النقود للملجأ. لحظة واحدة. إذا كنت تعرفين فلماذا تركتيني أفعل كل هذا؟ كنت أريد أن ألقنك درساً. جود اسمع، أنا أفهم مقالته الجنية، لكننا لن ننجح. أنت تقاطعني في كل مرة وأنا أقدم العرض على اسمعني أنت يا حضرة الفار، بينوكيو ابتدى زيك كده، وأنا مش هسيبك تمشي في طريق الشر. لا يا سيد، بصفة ضميرك أرفض إنك ترفدني. جود يا أبو مخ مصنفر، أنت بتدور على الصرصار المؤدب بتاعك؟ بص، صاحبك بقى ضمير ميكي دلوقتي. ميكي؟ بس جود ضميري أنا. ده كان زمان، الدنيا اتغيرت يا حلو. انسى الحشرة اللي كانت طابقة على أنفاسك طول الوقت، انت بقيت حر. يلا بينا نحتفل. لكن أنا يعجبني ما أرتديه الآن. بصفة ضميرك بقول لك جه الوقت اللي تغير فيه صورتك، لازم تبقى رزين أكتر. على الأقل ليست لي خيوط. أكيد ما كانش بيسمح لك تاكل كتير. كان معاه حق. سيداتي شكله كله لطيف. أنفي. تعالوا نسيب المكان الممل ده ونروح ننبسط بجد. يا شباب مش عارف، عايزة أدور على جود متهيألي إنه مش محتاج لي. ديدي، أين بينوكيو؟ يجب أن أجعله يستعيد جود. ذهب منذ لحظة. أهناك ما يسيء؟ يا ميكي، لقيتك. هذا ما يسيء. حان الوقت لكرتون لا مثيل له. أقصد كرتون جيد جدا. حسنا، ستحكمون على مستواه. ديدي بطوطة في رحلة بالسيارة. انظرا ينابيع المياه الساخنة، أكبر مصدر للغاز الطبيعي. طبعا بعد عمي. السرعة القصوى 100 كيلو. رأيت هذا يا ميكي؟ من حقك السير على سرعة 100 كيلو. منطقة مدارس. هي أبطئ يا ميكي، إنها منطقة مدارس. عبور حيوانات. انظرا، مزرعة قرنبيط 50 متراً. ألا تحبون القرنبيط؟ مزرعة قرنبيط 25 متراً. أنا أعشقه. مزرعة قرنبيط 10 أمتار. قرنبيط. مزرعة قرنبيط 5 أمتار. ياه، إنها مغلقة. ديدي، أينبغي أن تقرأي كل لافتة؟ طبعاً لا ينبغي، ولكنها ممتعة. منطقة عبور سناجب. انظري يا ديدي. كيف أنظر وأذنيك تحجبان الرؤية؟ أنت تحجب رؤيتي للجبال. ميني، تحركي من مكانك، فأنت تمنعين عني هواء التكييف.
الجمركية أركنساس. لماذا تضربينني؟ سنلعب لعبة من يرى لوحة سيارة جمركية أولاً يضرب الآخر. لوحة جمركية فلوريدا، ميسيسيبي، دلوير، كارولاينا، أوكلاهوما، فرنسا. ديدي، دعينا نلعب لعبة الصمت التام لنرى من سيستمر مدة أطول بدون ضوضاء. حسناً، موافقة. ابتهجي يا ميني، على الأقل نحن نستمتع بوقتنا. أوقف السيارة. قبعات. حسناً، لماذا تنتظر؟ هيا هيا هيا. توقف. 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 اشتريت مكسرات. ميني، حان وقت التصرف. اسمعي يا ديدي، أنا آسف لكن حسناً، الأمر أن أنا وميني كنا نتمنى أن نسعد بالرحلة. لا تقلق، فهمت ما تريد. لو أنك تريدني أن أقود كان يمكنك أن تقول استمتع بالرحلة سوياً. يا خبر، حاجباي تيبسا تماماً. ديدي، أنت لطيف. يا خبر، احترسي من الطيور. يا انظري، طائرة. لا شيء، ماذا تفعل أنت؟ لقد أحضرنا المكسرات. احترسي. كانت الإشارة حمراء. لقد رأيتها صفراء. صفراء محمرة. لا تنتقد قيادتي. يا خبر، سأعود بالسيارة للخلف. ابتعدوا. أولاً أركبتموني بالخلف، بعدها جعلتموني أقود، والآن هذا. هذا يكفي. يا ديدي، نحن لم ندعوك للرحلة. بصراحة حاولنا أن نفهمك طوال الوقت أننا نريد الخروج بمفردنا، يعني بالعربي الفصيح بدونك، بمفردنا، وبالإنجليزية alone. هل هذا واضح؟ إننا نريد أن نكون بمفردنا. اكتب إيه؟ اكتب إيه؟ اكتب أو. اكتب إن. اكتب إيه؟ ما هذه الكلمة؟ الإعلانات الطائرة، نفذ المهمة بمفردنا. آسف يا ديدي. هذا هو الأمر. لا تريداني معكما؟ بسيطة جداً. حسناً، إننا بمفردنا. الغروب. بالتأكيد يا ميني، يجب أن نتصرف في الأمر. لا لا لا، ما تتمرجحش. المشكلة هي أنه ضمير بينوكيو وليس ضميرك. نريد أن نجعل جود يفهم هذا. أنا أمثل؟ مش عارف أتصرف. لما لا تجعل ضميرك يرشدك؟ والآن مع جود الليل. سيدات وسادة دار الفار، الحياة حلوة وجميلة. هقول لكم وصفة تطول العمر. خلي ضميرك هو اللي يمشيك.
وهشرح لكم ده يحصل إزاي. استمتع بجمالك وشبابك، لأن الملكات الشريرات وبنات الأب والساحرات هيحاولوا يسرقوها منك كل لحظة. عشان كده مهم ما ناكلش تفاح إلا لو عرفنا جاي منين. ابعد خالص عن اللي بيدعوا صداقتك وبسمتهم لئيمة وطلعتهم شريرة. ومش بس كده هو، لازم نسمع كلام بابا في الغابة. انتهينا. لو اسمك الجميلة واسم عيلتك النائمة، ما تستخدميش مكنة غزل، استخدمي مكنة خياطة. وانت ما تسرقش العيش، جايز حد يكسب قلبك وجايز لا، جايز حد يكسب كلبك وجايز لا، جايز تروح السيرك وتتعلم الطيران. عيش في الأدغال بس سيبها قبل ما تبقى متوحش. عيش في الغابات بس ما يبقاش قلبك رقيق. احترم اللي أكبر منك وفكر في نصايحهم كويس قوي. لو حد عزمك على مكان اسمه جزيرة المرح، ما تروحش، لأن ممكن تبقى نهايتك حميري. أنا قلت اللي يريح ضميري. دار الفار. ياه، نفسي تبقى المدرب بتاعي بدل فيل. لا، يا ريت تبقى قردي بدل عبوه. عايز اخد رايك في بلطو هفصله. لا، تعال معي. سيبوه في حاله، ده أصلا ضميري. هو ده اللي كنت مستنيه. يا طقم عواطف. بتسمي ده سحر؟ ده أفشل من صاحبنا حادث. يا ميكروفون، ابدأ الفقرة. خدمات توظيف العمالة للدار يقدمها وجع وهلا. الشر والأذى هم شغلتنا. بنحول النجاح لفشل وبنتبعه وبندبسه. أي حاسب، لو ليك في الشر جرب الأشر. أوجعنا مضمونة جدا. لا يوجد ضمان للوجع أو الهلع. وصلنا للنهاية، نراكم قريبا.